اهلا بكم معايا في فيديو جديد تاني وفيديو جديد تاني مختلف. معاكم حسن من قناه حسن، والنهارده فيديو جديد مختلف. النهارده فيديو مختلف بجد، لان النهارده هنجرب طلعه شرقي في المحله وهنشوف احسن طلعه شرقي في مصر، اجمد طلعه شرقي في مصر. وجايبين شويه طواجن بسله وباميه وبطاطس ورز معمر ومكرونه. ليله كبيره قوي سعادتك، ليله كبيره قوي. مطعم لسه فاتح جديد في المحله اسمه بي هاوس، بيعمل الاكل الشرقي بصراحه. شكل الاكل عالمي، التغليف الباكج بتاعهم يا جماعه، الطاجنين بيبقوا محطوطين في طبق كده مع بعض، متغلفين بفويل من فوق، وكل طاجن متغلف بستريتش والطاجنين متغلفين ببعض ستريتش. الاكل واصل مولع مش سخن، الاكل شكله حلو جدا، الريحه طالعه تفتح النفس. فبي هاوس كباكج بصراحه عالمي، والريحه يعني شكلنا ننبسط النهارده. تعالوا نشوف بقى بي هاوس. واسعار مش طبيعيه يا جماعه، اسعار مش طبيعيه. طاجن ب 20 وب 25 وب 30 جنيه، اسعار ما شفناهاش من زمان قوي. فيلا بينا نشوف الاسعار دي هتديك بيها حاجه حلوه ولا. يلا بينا. قبل ما نخش في الطاجن وفي التقيل، هو بيعمل سندوتشات كمان سوري وبلدي وكفته ومشويات وكل الكلام ده. فاحنا قلنا ايه، بما ان المحله ما فيهاش ناس كتير بتعمل الكبده بالرده، فقلنا نجرب من عندهم الكبده بالرده. هو بصوا حاطط جوه السندوتش 3 حتت كبده رده، الحتتين دول في حته كمان جوه. فبصراحه شكل السندوتش مليان، بس اللي بيحب الكبده رده كبده رده دي مش ريحتها كبده رده بتاعت القاهره قوي. بس تعالوا ندوق ونشوف الطعم. هو جاي معانا طحينه ومخلي سلطه مع كل اوردر، 3 اطباق دول فهنخليهم جنبنا طول الطلعه بقى. تعالوا نخش في الطحينه كده وندوق. يلا بسم الله. طعم السندوتش هنا حلو، طعم الطحينه بصراحه طعمها حلو، والتوابله مظبوطه، هي بس خفيفه شويه. الكبده هنا مقطعها، بص شرايح تخينه قوي، فده مديها طعم حلو حسب طعم الكبده وسمكه الكبده في بقك كده. بس كتتبيل الكبده رده، لا هي مش تتبيل الكبده رده قوي، هي حلوه بس مش تتبيل الكبده رده قوي. بس هتعجبك سندوتش كبده بالرده، هيمشي معاك الدنيا. نخش بقى على سندوتش كفته لحمه سوري. تمام، انا قلت اجرب من عندهم الكفته، فقلنا نجيبها ايه، سندوتش سوري كده. هي بصراحه السيخ شكله كبير، يعني حجم الكفته جوه كبير، معاها طماطم وطحينه جوه. فتعالى يلا ندوق بسم الله. طعم الكفته حلو جدا، بتشد شويه بس طعمها شغال، طعمها حلو جدا، تتبيلتها حلوه عامله زي الكفته بتاعت الافراح كده. العيش كمان السوري حلو، متحمص كويس. لا سندوتش حلو، والطحينه والطماطم جوه عاملين شغل معاه كده. فلا طعم الكفته عندهم حلو. يعني انا جبت من عندهم كفته مشويه عادي، بيبيعوها بالكميات والكباب وكده، بس احنا ما بنجيبوش النهارده. فانت لو جبت عندهم كفته لا بالشكل ده هتنبسط. كفته حلوه، طعمها حلو، فورمتها كمان حلوه، فهيعجبك. استنى كده اوريك الكفته من جوه. بصوا الكفته، ده شكل الكفته جوه ايه، كفته حياتي، شكلها حلو بصراحه. طماطم وطحينه جوه السندوتش معاها، فسندوتش حلو، سندوتش حلو. يلا بينا على اللي بعد بقى، نخش على التقايل وتعالى لي على الطواجن. نخش بقى على الوجبه اللي خلتني اعمل الفيديو ده كله لما شفتها. وجبه ب 100 جنيه فيها ربع فرخه يا جماعه، حجم عملاق، حجم ديناصور زي ما انت شايف كده. ده ربع فرخه، بص ده ربع فرخه وشكلها مشويه ايه. وهو لففها لفه بصراحه، لفه هدايا، واخدها فويل من تحت وفوق، ظابط الكلام. وطاجن بسله اقسم بالله شكله بتاع افراح جدا، يعني هتحس صاحب المطعم ده شيف افراح طبعا عالمي. وطاجن رز معمر حجمه محترم، طاجن حجمه محترم واخد وش محترم. بص وش الرز المعمر. الطاجن ده لوحده تقريبا ب 30 جنيه حاجه زي كده، وبسله تقريبا لوحدها 30 جنيه. الوجبه دي على بعضيها ب 100 جنيه. فتعالى ندوق بقى الرز المعمر يلا مع بعض. ننزل كده ونخش. ايوه كده الرز المعمر شكله بصراحه دسم، وشكله محمل شويه كده، شكله حلو. فتعالى ندوق كده بسم الله. طعم حلو قوي. طاجن دسم جدا. الرز حلو يعني. تعال نخش في الفراخ كده. الفراخ شكلها مستويه حلو. تعال ندوق بسم الله. امم امم دلعني ايه. شويه بسله من بتوع الافراح الحلوه دي. ايه ده يا جدعان، ايه ده. شويه رز شويه بسله، حته فرخه. لا لا. ستوب يا ابني، الكلام ده يا ابني ايه ده. بسله يا جماعه كما قال الكتاب، اكنك بتاكلها طاجن في البيت كده معمول من ايد ست الوالده. لا رز معمر مظبوط ظابطه كانك بتاكل في الفلاحين. بصراحه مش قادر اوقف اكل، انا جعان مش قادر اوقف اكل. الوجبه دي لازم تجربوا. 100 جنيه يا جماعه كل ده في الزمن اللي احنا فيه ده كله على بعض. على فكره يا جماعه السلطات والطحينه والكلام ده معاه هي. الوجبه دي كلها على بعض 100 جنيه. لا انا سيب لكم الرقم ده هنا، سيبت لكم الرقم دلوقتي هنا، رقمهم والعنوان. لازم والله العظيم اقسم بالله ده ما اعلان ليهم، والله ده ما اعلان ليهم، بس المكان اللي يستحق ان انا اقول لكم عليه ده جامد. تسمع مني وانت مغمض. انا في اماكن جربتها على فكره الفتره اللي فاتت دي، فيديوهات صورتها والمصحف صورتها ورميتها في الزباله عشان المطاعم وحشه. لكن لما انزل لك مكان زي ده، لا تعرف ان المكان ده جامد. والله العظيم وفلوس اترمت في الارض كتير عشان لما اجي اطلع لك بمطعم لازم المطعم يبقى تقيل. ده شغل عالي، يا رب يظبطوا المستوى ده على طول، ده شغل عالي قوي. يلا على الطاجن اللي بعديها بقى.
نفس الوجبه دي انت ممكن تاخد بدل البسله طاجن بطاطس. انت حر لو ما بتحبش البسله تاخد بطاطس. على فكره الطاجن انت تشوفها صغيره بس الطاجن حجمه محترم، يعني طاجن ياكل فرد محترم، يعني وجبه زي دي تشبعك جدا. تعالوا ندور البطاطس بس شكلها ناشفه شويه، لا تحت فيها، من تحت فيها صوص. انا بحب كده، بحبه كده بصراحه، بحبه من تحت سوسي ومن فوق ناشف. حطينا شويه كده على ايه، على الرز، ونضرب الرز مع شويه الصوص بتاع البطاطس دول. تاخد حته البطاطس بعديها تفرخها. لا مش طبيعي، مش طبيعي. طاجن بطاطس بيتي على ابوه. السلطه حتى بتاعتهم تحسها بيتي قوي. ممكن كمان بقى ايه، تبدل طاجن البطاطس الجامد ده وتاخد مكانه طاجن باميه زي ده. طبعا الباميه مش بالرز، لو قلنا بقى العيش، هم جايبين 4 لفات عيش من دي كده، تمام، 4 لفات عيش من دي، واللفه شكلها محترم مليانه عيش، والعيش شكله فريش. يا جدعان المكان ده شكله هينافس جامد قوي. انا هو بيقولوا فاتح من فتره، بس انا والله لسه عارفه قريب، لو اعرفه من فتره كنت لازم اجيبه يعني. مكان جامد جامد جامد. تعالوا ناخد شويه باميه كده ونخش. الباميه اللي هي الكبيره دي انا بصراحه ما بفضلهاش، بفضل الصغيره، بس تعالوا نشوف الطعم والتسبيكه. يلا ندوق بسم الله. الباميه مش طبيعيه يا جماعه، فيها التسبيكه بتاعتها فيها مزازه كده الليمون، طعمها حلو جدا. هم بس لو غيروا الباميه دي الباميه زيرو اللي هي الصغيره دي تبقى جامده قوي، بس الباميه زيرو غاليه، فخلينا في دي علشان الطاجن يفضل رخيص. بص شكلها جوسي ازاي، شكلها جوسي طريه. يا جدعان التسبيكه مش طبيعيه، التسبيكه بامانه جامده 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 جامده. ممكن كمان تبدل ده وتاخد طاجن ملوخيه، لو انت بقى عايز رز وملوخيه وفراخ وتروق على حالك وتاكل اكل بيتي، ممكن تخش بشويه الملوخيه. تعالى نشوف شويه الملوخيه دول كده وندوقها. بصوا يا جماعه التغليف بتاعهم، الملوخيه جايه ما كباتش، وجايبين الملوخيه في طاجن. كون ان انت جايب الملوخيه في طاجن دي تحسب لك لوحدها بصراحه، تحسب لك لوحدها. تعالوا يلا ندوق الملوخيه كده. بصوا العرق بتاعها، الملوخيه عامله عرق حلو كده، بص تقيله بصراحه، قوامها حلو. تعالى ندوق يلا بسم الله. ريحه الطشه باينه قوي. الله، لا 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 لا، ايه ده، طعم الطشه قوي قوي، والشوربه حلوه طعمها حلو. الملوخيه طعمها لا لا لا، سيبوني شويه سيبوني شويه. يا جماعه عشان عايز استمتع شويه، استمتع شويه واجيلكم. طيب ممكن استمتع شويه واجيلكم. لا لا يا جماعه المطعم ده اوعى يفوتك، اوعى يفوتك. اكل بيتي مظبوط يعني. بصوا على الاسعار، انا بقول لك بيتي يعني لو عملته في البيت هيبقى اغلى من كده. انا مش عارف ازاي يعني، ربنا يبارك لهم. الاسعار اقسم بالله انا مش مصدقها. طاجن ملوخيه ب 20 جنيه، طاجن جالك طاجن فخار ملوخيه تقيله طعمها حلو تسبيكتها كويسه ب 20 جنيه، ملوخيه خضراء مش ناشفه. ربنا يبارك لكم يا عم، روح يا عم ربنا يبارك لك يا عم. لا 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 لا، يلا يلا نكمل يلا نكمل. بص دول اخر حاجه معانا، والله اني حزين، والله اني حزين ان احنا اخر حاجه، بس هنعمل ايه والله يعني. بصوا انا عايز اعمل فيديو طلعه تانية ليه، بس احنا جربنا الشرق عنده، الشرق ده اجمل حاجه عنده. هو عنده بقى شويه سندوتشات سوري من دي تاني، على شويه مشويات كفته بس هو احنا جربنا الجامد عنده بصراحه. فانا انصحك لازم تروح تجرب اللي انا جربته ده في الفيديو ده، ما تروحش تجرب حاجه تانية وتقول لي انا جربت ايه تاني طلع مش حلو. انا بقول لك دول لازم تجربهم. دول بقى طاجنين بشاميل، واحد فراخ واحد لحم. فانا ما اعرفش مين بيودي على فين، فخلينا نجيب ده هنا كده ونخش على ده الاول. تعالوا نخش على ده. بصوا الوش يا جماعه، بصوا الاثنين الاول واخدين وش قبل اي حادثه ولا حاجه. بصوا واخدين وش الاثنين محترمين، فواخدين وش في الفرن ومتدلعين. فتعالوا نشوف الطاجن المدلع ده، هل ده هو جاي معاه شوك على فكره، بس انا بخش بالمعلقه عشان انا راجل غير ادمي، انا بني ادم غير ادمي. نخش بالمعلقه نطلع حته كده. ده بالفراخ، ده بالفراخ. ندوق بسم الله. بص يا باشا، مبدئيا كده طاجن 30 جنيه بشاميل بالفراخ، مليان فراخ كده. بصوا انا نزلت بالمعلقه تلاقي لي فوق حتتين فراخ، وادي حته قدامي اهي لسه، وادي حته كمان قدامي اهي، دي كلها فراخ. فمبدئيا كده يا عم، يا عم ربنا يكرمك يا عم، يا عم روح ربنا يكرمك يا عم. تحط كل الفراخ دي في طاجن ب 30 جنيه بشاميل بالفراخ ده كمبدأ. بصوا يا جماعه والله العظيم كل شوكه بتنزل بيطلع بحته فراخ. لا مكرونه مستويه حلو قوي، البشاميل متقلب مع المكرونه، مش محطوط على وش المكرونه بس، لا متقلب مع المكرونه. ده بيدي للمكرونه دسم ويخليها احسن كده واجمد. البشاميل طعم حلو، وطعم الدقيق مش باين فما بيضايقكش.
بشاميل حلو، مش هقول لك اجمد بس طاجن مكرونه بشاميل تاكله، بس ده ب 30 جنيه. طاجن مكرونه بالفراخ ومليان بصراحه فراخ، لا لا، كميه الفراخ يا جماعه رهيبه مش طبيعيه. كل معلقه بتنزلها تطلعها بفراخ، طعمه حلو، تتبيلته حلوه، المكرونه طعمها حلو، تقلبها في البشاميل. طاجن عالمي بالنسبه لسعره بالبشاميل ده، اديله 10 100%، 10 من 10، عالمي. تعال نخش على اللحمه. نفس الكلام برضو الوش المحترم ده. تعال ناخد ايه، معلقه كده برضو ونختص ونشوف اللحمه برضو كتير زي الفراخ ولا ايه. الناس دي بتخسر يا جماعه، يعني الناس دي بتخسر، يعني انا مش عارف بجد والله، ربنا يبارك لهم. اللحمه برضو شكلها كتير، تعال ندوق بسم الله. بصوا يا جماعه اللحمه قد ايه، شايفين اللحمه؟ شايفين اللحمه قد ايه في المعلقه؟ مليانه، هي الطاجن مليان. نفس الكلام، الشمال حلو، مكرونه حلوه، تقليبين في بعض مخلين الطاجن جوسي كده، مش ناشف، طعمه حلو جدا، واخد الوش من فوق المحترم. لا يا جماعه بصراحه طاجن 10 من 10 مرتاح. تعال بقى نخش بالخلاصه. بص يا باشا، مش هتكلم واعيد وازيد كتير، انا قلت لك الخلاصه. المكان ده عالمي، الطواجن عنده ما يعني ما تقارنش باي حد في مصر. مش هقول لك المحل من اجمد الناس في مصر، يعني ده من التقايل لازم تجربه. يعني طاجن يقول لك ب 30 جنيه ولا ب 35 جنيه ولا ب 20 جنيه ولا ب 25 جنيه، انت بتبقى بتهزر لو ما رحتش جربته، انت بتهزر. طعمه عالمي، طعمه حلو جدا. بص هو هوس بيهوس يعني على اصوله. رز المعمر دسم وطعمه حلو، الطواجن كلها الخضار مظبوطه بالشعره، طاجن البشاميل غرقان بشاميل ومتقلب وجوسي ولحمه وفراخ كتير، والفرخه كبيره ومستويه كويس، مشويه يعني صنعت مشويات تمام. سندوتشات مش هرشح لك قوي سندوتشات، يعني لما تروح عنده مش هتروح تجرب الكفته الشيش وبتاع، لا ممكن تجيبك بالكفته ومكرونه وبتاع احسن لك يعني من انك تجرب سندوتش. بس الشرق عنده بوم البوم. بس شوف بقى، انا والله العظيم صورت فيديوهات واترمت، مش بضحك عليك، وفلوس اترمت على الارض كتير، بس عشان لما اجي لك بحاجه اجي لك بالتقيل. فانت ما تنساش تخبطنا سبسكرايب عشان تقدر الدعم ده كله، وتخبطنا لايك وشير سبسكرايب على طول. يلا سلام.